الرئيس تبون سيكون آخر رئيس للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. معناتها بعد 2029 بعد 2030 بعد العهدة الثانية سنشهد جزائر مشتتة، دويلات، 3 أو 4 دول في الجزائر، كل عرش كل قبيلة دير دولة. أوكي؟ إذا نحن أمام منعرش خطير، وهذا ما يشير له بنغرينا في كلامه عندما يقول أنه بعد العهدة الثانية راح تشهد الجزائر كذا وكذا وكذا. معناته هو متأكد أن وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم بهذا الأسلوب كما يقول لك الناس السلس السهل الممتنع، شايف أنهم سيصلون، وسيصلون بهذه الطريقة اللي رانا نشوفوا فيها، اللي رانا متسامحين معها. عودة فكر متطرف، خطاب متطرف، هذا ما يسمى بالقطط الباديسية النوفمبرية، وهذا الهيشر هذا كله إرهاصات نتاع ما سيحدث في 2029 2030. و2030 في منظور علم السياسة والاستراتيجية 5 شهور 5 سنين، يعني اللي بقات 5 سنين القادمة هي 5 شهور. غمض عينه وفتح عين رانا في 2030. احنا ممكن ما نكونوش، لكن بالنسبة للأجيال القادمة ترك 5 سنين هاي فاتت. إذا نحن نفكر في جزائر الغد ولا نتكلم على جزائر اليوم.